والمديرين الفنيين هم الافضل خلال العشرة اسابيع، لان هي 3 بطاقات للتاهل فقط لا غير. خليني اروح زميلنا احمد النبراوي، ومباراه من الاسبوع العاشر، فؤوس الشهداء والتي فاز فيها فؤوس 2-0 خارج دياره. احمد النبراوي ومعه احمد حمدي واحمد اشرف واسلام بنيامين. هذه المباراه يمكن احنا هذا التقرير اجلناه من الاسبوع الماضي حتى يكون معنا في حلقه الحصاد. نشوف ماذا رصد احمد النبراوي، ثم نعود للكابتن علاء نبيل نجمنا النهارده والمجموعه الخامسه. الطولية في وسط الملعب في اتجاه احمد عبد العظيم، عبد العظيم يحطها بينية روعة للسريع، ابراهيم وهدف. الله الله، بقول لكم مثلث الرعب والازعاج والخطورة. والطولية تبحث عن محمد السيد، محمد وعبد العظيم، انما رياحة خطيرة في اتجاه اسلام العرضية. علامي بقول لكم لعيب خطير ومزعج وخطير جدا. ابراهيم يحيى يحط هدف على طريقه الكبار. الحمد لله الاول على المكسب، الحمد لله، والله كله ده بمجهود اللعيبه كلها كانت رجاله، لكن الماتش اللي فات ما كانش فيه توفيق خالص. الحمد لله يعني كنا كويسين بس التوفيق ما كانش موجود، لكن الحمد لله على المكسب. خلاص يعني الفتره اللي فاتت الماتش اللي فات ماتش كويس واقف مننا 2-3 لعيبه النهارده جايين على المكسب. لعيبه لموا بالله خالص في الملعب. احنا جايين النهارده الاداره ما اثرتش معانا في حاجه بصراحه، يعني المكافآت عملت لنا اجابه الماتش اللي فات. انا بشكر لعيبتي جدا على الاداء والروح. الحمد لله، مع انهم بدانا الماتش يعني الاداء ما كانش عاجبني الشوط الاولاني، خصوصا في اول ربع ساعه كان الاداء ما كانش كويس، فانا قلت لهم لازم ننزل نضغط على فرقه الشهداء، لازم نحرز بدري، لازم نجيب جون بدري. الحمد لله ربنا كان عندنا الفوز في الشوط الثاني. الولاد قدوا اللي عليهم في روح الحمد لله كويسه، الكيرف بيعلى في المستوى. واتمنى من ربنا المستوى بتاعنا يفضل على كده، لان الحمد لله احنا بنتعب معاهم جدا. ان شاء الله القادم افضل، واحنا دول يعني فرقه احنا بدانا بيهم وجمعناهم في فتره الاعداد، واعتقد ان هم يعني كلهم من بره فؤوس، فطبعا لسه الانسجام هيبقى احسن والماتشات الجايه احسن. واحنا النهارده يعني بسم الله ما شاء الله ضيعوا اهداف كتيره جدا، ولكن هو التوفيق. مباراه جميله خالص، في 3 لعيبه مهمين جدا، لازم فرقه الشرقيه تاخد بالهم منهم الماتش القادم ان شاء الله. في اللاعب ابراهيم يحيى الافريقي، واللاعب رقم 7 واللاعب رقم 11، والباك اليمين بتاع فؤوس باك يمين عالي قوي خالص، يلعب دوري ممتاز بصراحه، يعني يلعب اهلي والزمالك. احمد النبراوي لكره بلدنا قناه القاهره.